السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله جدا. هنعمل ألذ واطعم صينيه كوارع بجد ممكن تاكليها في حياتك، حاجه كده من الاخر. اول حاجه هنبتدي ان احنا هنجيب الكوارع معانا. ازاي نختار الكوارع بتاعتنا؟ بنجيب الرجلين الاماميه. هتقولي اعرفها ازاي؟ هقولك ان هي بتبقى قصيره وبتبقى تخينه، لكن طبعا الخلفيه بتبقى رفيعه وطويله، فيفضل انك تجيبي الاماميه. اول حاجه خالص بجيب الكوارع بتاعتي من عند الجزار، هو بيبقى منضفه بس انا طبعا بعيد عليها تاني. بعمل لها محلول نقع، بحطها في دقيق وليمون وملح وخل وميه، بسيبها حوالي نص ساعه. بعد كده بشطفها كويس جدا ويلا بينا نسويها. بجيب الاول حله معايا على النار، بحط فيها معلقتين سمنه بلدي، تمام. وبنزل الخضار بتاعي، معايا بصل وطماطم وجزر وفصين توم. طبعا الخضار بتاعي بقطعه نصين، ليه؟ عشان طبعا الكوارع بتاخد وقت طويل في السوا، فمش عايزه الخضار بتاعي يتهري معايا، تمام. اول حاجه بشوح الخضار كويس جدا في السمنه مع الثوم. بعد كده طبعا بضيف فصين مستكه، وبضيف كبيبه صيني حوالي كده 3-4 فصوص، وبضيف فلفل اسود يكون حصى، وبضيف حبهان طبعا حصى، تمام. وبعد كده خالص بعد ما بقلم كويس جدا التوابل دي مع الخضار، بنزل بالكوارع بتاعتي برصها كده في الحلة، نفس النظام زي ما انا بعمل. واهم حاجة خالص بقى ان انا اشوح الكوارع بتاعتي كويس جدا، لازم اشوحها كويس جدا مع الخضار بتاعي، مينفعش ان انا استعجل عليها. وطبعا على النار الناحية التانية اكون بسخن مية، لازم المية تكون سخنة جدا، يعني مغلية، تكون مية مغلية. ازاي اعرف ان الكوارع بتاعتي اتشوحت كويس؟ لما احس ان المية اللي نزلت من الكوارع بتطشطش كده خلاص، اللي هي يعني قربت تختفي. عايزه اقولك كمان ملحوظه مهمه جدا، مرحله تشويح الكوارع دي مهمه جدا، بتفرق جدا في طعم الكوارع، تمام. فما ينفعش اللي احنا اصلا يعني ايه نتسرع فيها، لا، ادي كل حاجه حقها. اول ما احس ان الكوارع بتاعتي خلاص كده اتشوحت كويس جدا والميه اختفت، ابتدي بقى انزل الميه السخنه عليها. طبعا زي ما عرفتك هنستعمل ميه سخنه مغليه. وانتي بتنزلي الميه لو ظهر ريم، فما تقلقيش، الريم دوت مش من الكوارع، الريم دوت من الخضار. ولو حاسه نفسك قلقانه قوي من الريم، ممكن تشيليه عادي جدا بالمعلقه. هضيف بقى انا دلوقتي شويه سكر كده، السكر دوت هو اللي هيخليها تستوي وتبقى زبده، وتستوي كمان اسرع. طبعا مده السوى بتاعه الكوارع كل واحده غير التانية، فهي تقريبا تاخد ساعتين، ممكن اكتر، 2.5 ل3، تمام. فحسب ما انت عايزه تسويها. اهم حاجه اول تلت ساعه على نار عاليه، بعد كده بتوطي النار وتسيبيها بقى ايه تستوي مع نفسها على نار هاديه، عشان طبعا تحافظي على الشوربه بتاعتها وما تقلش منك، تبقى على نار هاديه بعد تلت ساعه. طبعا انا هنا ضفت شويه ملح بسيط جدا، ولو حسيتي ان الملح بتاعك قليل زودي ملح، يعني كل ملح كل واحدة غير التانية، الملح حسب الرغبة. هسيب بقى دلوقتي الكوارع بتاعتي تستوي كويس جدا، ويلا بينا نعمل صلصة الفتة. اول حاجة بجيب الحلة بتاعتي، بحط فيها حوالي كده 3 معالق زيت او 4، وبحط فيها معلقة توم مفروم. اشوح التوم كويس جدا مع الزيت، واول ما احس ان التوم ريحته طلعت ولونه غير كده شوية، هنزل عليه بربع كوب من الخل. اكون مجهزة جنبي ربع كوباية من الخل، واكون كمان مجهزة جنبي عصير الطماطم وضرباه ومصفياه كويس جدا، مش عايزة تصفيه عادي جدا. خلاص كده انا التوم بتاعي اتشوح كويس، هنزل دلوقتي بالخل. هقلب كويس جدا الخل مع التوم كده، وبعد كده هنزل عليهم بعصير الطماطم.
هتبل بقى دلوقتي الصلصة بتاعتي. هحط نص معلقة من الفلفل الاسود، وهضيف برضو نص معلقة صغيرة من السكر، ورشة كمون بسيطة، وشوية ملح، وهضيف نص معلقة من الكزبرة الناشفة. هقلبهم كويس جدا كده مع بعض واسيبهم يتسبكوا. وممكن تضيفي ربع معلقة من البهارات، بهارات السبعة يعني، بتدي طعم جميل جدا. هقلب الصلصه بتاعتي واسيبها تتسبك. اول ما احس ان الصلصه بتاعتي خلاص اتسبكت، هزودها بقى بكبشتين من شوربه الكوارع. هاخد كده من شوربه الكوارع وهزود الصلصه بتاعتي حوالي كبشتين 3 كده، يعني المقدار اللي انت عايزاه او خف الصلصه اللي انت عايزاه. عايزاها تقيله ما تزوديش الشوربه، عايزاها خفيفه زودي شويه. انا هنا حطيت 3 كبشات تقريبا او 4. هقلب بقى كويس جدا وهسيبها كده بقى تغلي كده، تتسبك كويس جدا مع نفسها. وكده نروح للمرحلة التالتة. المرحلة التالتة هنعمل بقى الرز. هنعمل رز ابيض طعمه خطير بجد. هنعمل رز بالشوربة بتاعة الكوارع. معايا حلة هنا وحطيت فيها شوية زيت. انا هنا غسلة حوالي 3 كوبايات رز. نزلت الرز كده في الحلة، هشوحه كويس جدا الاول مع شوية الزيت. اول ما احس ان الرز بتاعي اتشوح كويس جدا، هنزل عليه بقى بكبشتين من شوربة الكوارع، كبشتين كبار مليانين. لو الكبشة بتاعتك صغيرة حطي 4، لكن انا الكبشة بتاعتي كبيرة تبقى مقدار كبير. هكمل بقى الباقي بالمية عادي جدا، بس مية تكون مغلية يعني. طبعا مقدار المية هنا انا يعني اهم حاجة المية تغطي الرز. بتقلبي كده وتشوفي لو المية غطت الرز يبقى تمام. حاسه انك محتاجه مية زودي شويه مية. اهم حاجه المية تغطي الرز، لان ده رز بلدي، الرز البلدي بيزيد. تمام. هتبل بقى دلوقتي. احط شويه ملح. انا طبعا على كل مقدار كوبايه بحط حبه حبه، يعني مرتين مرتين. طبعا انتي كل واحده بقى طبعا غير التانية. وبحط شويه فلفل اسود واقلبهم كده مع بعض، وهسيبه بقى يستوي كده براحته خالص. هبتدي بقى دلوقتي اجهز صينيه الفته بتاعتي. انا هنا معايا عيش حمصته في الفرن وقطعته صغير. هحط عليه 3-4 معالق كده من الصلصه اللي انا عملتها. الخطوه دي بتدي طعم جميل جدا للفته، خصوصا العيش يعني. بعد كده طبعا بحط بقى عليه حوالي كبشتين 3 كده من الشوربه. بجد والله اكله سهله جدا. لو انت كنتيش بتعرفي تعمليها هتبقي محترفه فيها، خصوصا كمان ان العيد الكبير جاي علينا، ودي اكلات العيد الكبير من الاكلات المشهوره قوي. فبجد طعمها خطير، طعمها في حته تانية كده، غير تماما يعني، مختلفه تماما عن فتة اللحمه دي، كده حاجه تانية خالص. ببتدي بقى ان انا احط بقى طبقه رز ابيض كده، برصصها كده كويس جدا على الصينيه. وبحط برضو عليها كبشتين كده برضو من الشوربه. وبعد كده بضيف طبعا الصلصه اللي انا عاملاها. وانا كنت عامله على جنب دقه. الدقه دي بتعمليها ازاي؟ دي عباره عن بتجيبي طبعا طاسه وبتحطي فيها شويه زيت على سمنه، بتنزلي برضو عليها شويه توم. تمام. واول ما التوم تشم ريحته بتحطي عليها شويه الخل. تمام. وبتزوديها كبشتين من الشوربه وتسيبيهم يغلوا كويس جدا، نفس طريقه الصلصه بالظبط، بس ما بنحط الصلصه، بنحط كبشتين شوربه على الخل ونسيبهم يغلوا كويس جدا مع بعض وبس. هي دي بتبقى الدقه بتاعتنا، بنحطها على الفته. المهم ان انا بعد ما حطيت الصلصه على الرز، جبت بقى صينيه وحطيت فيها الكوارع بتوعي.
وحطيت عليها شويه كده من الدقه اللي هي الصلصه اللي انا عاملاها، وهدخلها الفرن تاخد وش بقى كده ايه، تتحمر شويه. انا مش هحمرها قوي، لا انا هخليها تاخد وش بس واطلعها على طول. تمام. بصوا هي هنا كده كانت استوت خالص، بقت زبده، حرفيا بقت زبده. بصوا هي مش مستحمله حتى نمسكها. لو انت عايزه ما تحمرهاش وحطيها على طول على الفته عادي جدا، بس انا بحب ان انا اديها يعني ايه، وش كده بسيط قوي في الفرن. انا خلاص اديتها هنا بقى الوش كده، ورصصتها هي على الصينيه، شكلها جميل جدا. بس كده، ودي كانت صينيه الفته او صينيه كوارع بالفته المصري الاصليه. بجد بقى مش عايزه اقول لكم الطعم كان عامل ازاي، كان خرافه والله العظيم. يعني الطعم كان في حته تانية، كانت بجد مخدومه كويس جدا ومظبوطه كويس جدا. يعني حتى الملح كان مظبوط قوي. طبعا وانتي بتاكلي بقى بتحطي ايه، معلقه من الدقه اللي انتي عاملاها، عشان في ناس ما بتحبش التوم كتير قوي. تمام. فدي بتبقى بتعمليها على جنب، ما بتحطهاش على الصينيه. عايزه بتحطي قدامك بس طبعا، لكن ما بتحطيش على الصينيه كلها. عشان ايه؟ برضو الاكل اذواق، واحنا بنحب نراضي كل الاطراف. وده كان ودي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. اشوفكم على خير، مع السلامه.